ولا أنا سخرت منك يوما. أنت قوتي حين أضعف وصوتي حين أخاف، لكن أحدا دس بيننا سما. اقترب الفيل خطوة وانحنى قليلا نحو القط، وقال بصوت عميق مؤثر: لقد التقيت السلحفاة وأخبرتني ما رأته بأم عينها. الثعلب هو من أشعل هذه النار بيننا. شهق القط وشد مخالبه على الأرض. كنت أشك، لكن الآن صارت الحقيقة واضحة. انحنى الفيل ومد خرطومه يلمس رأس القط بخفة، والقط بدوره تقدم وداعب الخرطوم بوجهه. كان ذلك الصمت أبلغ من أي كلمات، فقد عادا إلى بعضهما، لكن ليس كما كان، بل أقوى. غير أن لحظة الصفاء لم تكتمل، إذ دوى صوت ضحكة شريرة من بين الأشجار، تلاها صدى خطوات متسارعة. كان الثعلب